بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا جماعة هاخد من وقتكم 50 ثانية، مش هطول أكتر من 50 ثانية، ولكن قبل الخبر العاجل الهام اللي أنا هقوله لكم ده، أنا بقول لكم الكلام ده لا تجل ولا شعوذة ولا توقعات زي ما الناس بتبعت لي في الكومنتات ولا الكلام ده خالص. الكلام ده من مصدر موثوق منه، مصدر عالية الجودة. الكلام اللي أنا بقوله ده بطلع أفرح بيه العرب، وبطلع أقوله لكم ربنا أعلى وأعلم إني صادق في كل كلمة. ولكن قبل ما اقول لكم الخبر، لايك وشير ومتابعه على اعلى مستوى، خلوا الكل يستفيد وكل الناس تفرح، بلاش انانيه لو سمحتم من فضلكم. اولا، في دوله عظمى من اكبر دول في العالم هتنهار انهيار شامل، هي والاقتصاد بتاعها، حتى المؤسسات الداخليه اللي فيها هتنهار، هيحصل لها انهيار قوي جدا. والعمله بتاعتها متحكمه في العالم كله، العمله دي هتنهار انهيار شديد قوي قوي قوي، لدرجه ان عملتها مش هتساوي حتى جنيه مصري، والكلام ده قريب يعني في خلال شهور. الكلام ده انا بقوله على ثقه. تاني خبر عايز اقوله، بشرى ساره لاهل سوريا، بشرى ساره لاهل سوريا، سوريا هتصعد في السماء، والعمله بتاعتها هتنتعش الايام اللي جايه، وهيحصل صلح ما بين الدوله، وما بين الناس، وان شاء الله باذن الله كل اهل سوريا هيرجعوا بلادهم تاني فرحانين، وكل حاجتهم هتبقى مجيبه، وان شاء الله اقتصاد سوريا هينتعش لاعلى المستويات. اقتصاد سوريا، ابشروا وابشروا وابشروا. تالت حاجه، تحياتي للجيش المصري اللي بيسعى بكل جهده ان يخلي العرب كلها الامه المتحده العربيه. يعني ان شاء الله الشهور الجايه دي هتناموا وتصحوا هتلاقوا نفسيكم مكتوب على الدول الامه المتحده العربيه. يا جماعة العرب هيناموا وهيصحوا هيلاقوا مكتوب على الدول بتاعتهم الأمة المتحدة العربية، وده خبر صار لكل العرب. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا أكيد إن شاء الله.